شفت الدكتور نايم فوق جثة بيغتصبها في المشرحة. الناس فاكرة إن الموت هو نهاية كل حاجة، بس الحقيقة إن الموت ساعات بيبقى بداية. الجسد البشري غريب وإغراءه أغرب. في لحظات بيبقى زي كتاب مفتوح مليان رغبات، ولحظات تانية يتحول فيها لصندوق مقفول جواه ألغاز وفساد البشر. ويمكن أكتر حاجة بترعبني مش شبح ولا عفريت، لأ، اللي يرعب بجد هو شهوة بني آدم وهو واقف قصاد جسد ميت. الجسد اللي كان من شوية مصدر متعة ورغبة فجأة يبقى بارد وساكت، بس برضه لسه محتفظ بسحره الملعون. الخط الفاصل بين الحرام والمتعة وبين الحياة والموت أرفع من شعرة، ولو وقعت من عليه عمرك ما هتقوم تاني. أهلا بكم من جديد، معكم أيمن أبو العلا، ودي قناة قارئ. قصة النهاردة أتمنى تعجبكم، لأنها على قد إن هي مرعبة، لكن هي بتكشف جانب سيء من نفوس مريضة عايشة حوالينا. أشخاص بيعملوا أفعال دنيئة لا بيراعوا دين ولا أخلاق، وإن كل فعل حرام آخرته عقاب شديد. وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تدعي لأهلنا في كل مكان. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم. يلا بينا نشوف القصة بتقول إيه. أنا اسمي خالد، شاب عادي من حي بسيط، لسه مخلص دبلوم تجارة من شهرين بس. كنت جايب مجموع يفتح لي باب كلية تجارة، لكن إيه فايدة الباب المفتوح لو مش قادر تدفع تمن الدخول؟ أبويا راجل كبير طالع على المعاش، وأمي ست على قدها طول عمرها شايلة البيت بصبر. من يوم ما استلمت الشهادة وأنا حاسس إن الدنيا بتبصلي وبتقول يلا يا خالد دورك جه. بدأت ألف على شغل، مش عشان نفسي بس، لا، عشان البيت اللي محتاج كل جنيه، وعشان أختي اللي أصغر مني بسنتين واقفة على باب الجواز ومستنية مني أبقى سند. قعدت شهرين ألف على شغل ومفيش فايدة، كل الأبواب مقفولة، واللي يفتح لازم يفتح بواسطة، وأنا معرفش واسطة. كنت كل يوم أرجع البيت مكسور وأقول لنفسي هو أنا هفضل كده لحد إمتى؟ لحد ما في يوم عم محروس جارنا الراجل الطيب اللي شغال في المستشفى نده عليا وقال لي يا خالد يا ابني، المستشفى محتاجة أفراد أمن في الوردية الليلية. أنا قلبي ساعتها طار من الفرحة. تاني يوم رحت المستشفى وسألت على عم محروس، وداني عند مسؤول الاتش ار بتاع المستشفى. الراجل قعد يتكلم معايا شوية وبعدين رمى القنبلة: الشغل فرد أمن في المشرحة. مشرحة؟ الكلمة لوحدها وقفت الدم في عروقي. قعدت أقول إيه يعني؟ أنا هقضي الليل مع الميتين؟ بس أول ما سمعت الرقم 6500 جنيه مرتب شهري ثابت غير البدلات والزيادات، حسيت الكلمة ما تخضش قوي. يعني 6500 جنيه ده مبلغ عمري ما حلمت بيه، ممكن يغير حياتي وحياة البيت كله. فضلت ساكت ثواني وبعدين قلت لنفسي يعني هما كده ميتين، مش هيقوموا يجروا ورايا. وساعتها كان القرار أبلع خوفي وأدخل المشرحة، وما كنتش عارف إن الخطوة دي هتفتح باب مش هعرف أقفله أبدا. خلصت مقابلتي مع الاتش ار ورحت لعم محروس بقول له يا عم محروس، ما لقيتش غير المشرحة تشغلني فيها. ضحك وقال لي يا ابني ما تخافش، أنا معاك في نفس الوردية، هنقعد نسلي بعض، ولا أنت عاجبك قعدتك في البيت عاطل كده؟ بصراحة كلامه نزل على قلبي زي السكينة، بس كان في نفس الوقت فيه طبطبة برضه. قلت له ماشي يا عم محروس، اتفقنا، وبلغتهم موافقتي الرسمية. طلبوا مني شوية أوراق أخلصها. أول ما خلصتها رحت أسلمها، بعدها على طول استلمت الشغل. الوردية بتبدأ من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 8 الصبح.
عندنا أوضة صغيرة كده جنب المشرحة بنقعد فيها أنا وعم محروس طول الليل. الشغل في الظاهر بسيط، لو جت حالة وفاة بندخلها التلاجة ونكتب وقت الدخول وسبب الوفاة. بعدها دكتور التشريح بيجي الصبح يستلم مننا الجثة ويبدأ شغله اللي كله سكاكين ودم. بصراحة الشغل طلع عكس ما كنت متخيل، لا خوف ولا حاجة، بالعكس سهل جدا، وكمان عندي وقت فراغ كتير. وأنا بقى من زمان عندي هوس بالرعب، بحب أقعد أقرأ قصص رعب، ساعات كمان بقعد أكتب محاولات صغيرة كده. أفكار مرعبة تيجي في دماغي وأدونها، والأغرب إن المكان نفسه بيساعد. يعني إيه أنسب من مشرحة عشان تكتب أو تقرأ رعب؟ كل حاجة حواليك عاملة جو للقصة، برودة، صمت، وجثث نايمة وراك. عدى على شغلي أسبوع كامل من غير ولا حاجة جديدة، الروتين واحد. ساعات كتير كنت أسيب عم محروس يروح يرتاح في بيته وأكمل أنا لوحدي الوردية لحد قبل التسليم. كنت بعمل كده عشان لما احتاج أزوغ يوم هو يرضى يغطي مكاني. في يوم عم محروس كان نايم في الأوضة اللي بنقعد فيها. خرجت أنا ورحت المبنى المشرحة أطمن زي عادتي على كل حاجة، أطمن على بيبان المشرحة مقفولة ولا لأ وأوض الدكاترة. دخلت جوه أتأكد إن باب المشرحة مقفول. دخلت الممر اللي بيوصلني لأوض الدكاترة وخلاص اطمنت على كل حاجة. وأنا خارج سمعت صوت عجلات بتتحرك في الأرض جاية من بعيد، كأنها عجل ترولي حد بيزق. لفيت وشي على باب المشرحة أشوف فيه إيه، ما لقيتش حاجة. رجعت أمشي تاني، سمعت صوت العجلات تاني، بس المرة دي كان قريب. بصيت ورايا لقيت حد لابس بالطو أبيض مديني ظهره وبيجر الترولي اللي بيتحط فوقيه الجثث اللي بتدخل المشرحة. إيه ده؟ إزاي ده بيحصل؟ محدش أصلا موجود من الدكاترة في المشرحة دلوقتي. عقلي بيقول لي يمكن في دكتور لسه ممشيش، فندهت بأعلى صوتي: يا دكتور، محتاج مني أي حاجة؟ مفيش رد. الراجل كأنه مش سامعني أصلا، فضل ماشي بالترولي ناحية باب المشرحة وفتح الباب الحديد. في اللحظة دي عيني وقعت على اللي فوق الترولي، جثة، بس مش أي جثة، كانت بنت. ولما وشها ظهر قدامي حسيت رجليا اتشلت. البنت رفعت وشها وبصت لي، وش أبيض باهت وعينيها الشمال مش موجودة، مكانها تجويف اسود والدم سايل منه بينزل على خدها. نظرتها كانت ثابتة عليا كأنها شايفاني رغم ما فيهاش عين. ساعتها جسمي كله اتكهرب، قلبي بقى بيدق كأنه هيخرج من صدري، ولساني اتربط ثواني قبل ما صرخ صرخة طلعت كل الهوا من صدري. جريت من غير ما ابص ورايا وانا سامع الباب الحديد بيتقفل وراها. رجعت الأوضة وقلبي لسه بيدق. قعدت على الكرسي مرعوب من اللي شفته، بحاول أقنع نفسي: يا خالد اهدى، ده مش حقيقي، دي هلوسة من التعب أكيد. عم محروس لمح إني مش على طبيعتي، بصلي وقال لي وهو بيضحك: مالك يا ابني، شفت عفريت ولا إيه؟ ضحكته دي زادت رعبي أكتر. أنا ما قدرتش أرد، فضلت ساكت وبقول جوايا أي كلام ينفي اللي شفته. يمكن بيتهيألي، أنا كنت تعبان، يمكن النور كمان ضعيف ومع الضلمة الخيالات بتلعب في دماغنا. قعدت معاه لحد الصبح ومفتحتش بقي بكلمة عن اللي حصل. أول ما سلمت الوردية وروحت البيت حاولت أتصرف عادي، أكلت مع أبويا وأمي واتكلمنا شوية وقعدت أضحك وأهزر مع نسرين أختي لحد ما دماغي نسيت اللي حصل، أو بمعنى أصح حاولت أنساه. بعدها دخلت نمت ساعتين عشان ألحق الشغل تاني. صحيت حوالي الساعة 6:30، قعدت مع العيلة شوية وأمي جهزت لي أكل أخده معايا. لبست وطلعت على المستشفى، استلمت الوردية من زميلي وبعد شوية جه عم محروس. أول ما دخل الأوضة لاحظت إن وشه باين عليه التعب جامد. قلت له: أنت شكلك تعبان قوي يا عم محروس النهاردة، ما تروح تنام في البيت وأنا هكمل الوردية. بصلي بنص ابتسامة كده وقال لي: إيه يا واد، هو إيه المرجلة اللي نزلت عليك دي؟ مش امبارح كنت هتتجنن من الرعب؟
ضحكت بخفة وقلت لا يا عم، ما كانش رعب ولا حاجة، كنت مرهق بس، ما تشغلش بالك، روح انت بس أول ما الموظفين يخلصوا. وفعلا بعد الساعة 10 بالليل أخد بعضه وروح. فضلت أنا لوحدي. الدنيا كانت هادية لدرجة تخلي الدماغ تتقل وتحس إنك عايز تنام. لكن فجأة المستشفى استقبلت حالتين: حادثة عربية على الطريق الصحراوي. يا نهار أبيض على المنظر، كان يقطع القلب. 2 شباب أجسامهم متكسرة وشوشهم باينة بالعافية. الحادثة كانت جامدة جدا لدرجة إن ملامحهم مش واضحة. حسيت قلبي اتقبض ودماغي سرحت في أهاليهم اللي لسه مش عارفين الكارثة. كتبت بياناتهم وقت الدخول وسبب الوفاة، وعلقت الأرقام على الأكياس القماش اللي متغطي بيها الجثث، وبعدها سلمتهم لدكتور التشريح. الدنيا كانت ماشية عادي لحد ما الساعة عدت 12 بالليل. كالعادة قمت ألف وأطمن على أبواب المشرحة، وأنا ماشي في الممر اتجمدت. المنظر اتكرر، نفس الليلة اللي فاتت بالظبط، نفس الشخص بالبلطو الأبيض، بس المرة دي كان ماسك الجثة بإيده مش على ترولي، شايلها كأنها خفيفة جدا وماشي بيها بهدوء غريب ناحية باب المشرحة. ندهت له: يا دكتور، يا دكتور، محتاج مساعدة؟ برضه ما ردش، وقف مكانه ولف وشه ناحيتي ببطء. والله العظيم جسمي كله اتكهرب. وشه كان أبيض باهت والعينين مش موجودين مكانهم، تجويفين سود والدم سايل منهم وبينقط على الأرض. والكارثة إن الجثة اللي شايلها كانت هي البنت، نفس البنت اللي شفتها امبارح. وقف يبصلي ثواني وبعدين ابتسم ابتسامة ما تتوصفش، ابتسامة خلتنا نتجمد من الرعب. بعدها كمل مشي بهدوء، دخل المشرحة وقفل الباب وراه. وأول ما باب الحديد اتقفل سمعت صرخة بنت قلبت كياني كله. حسيت رجلي مش شايلاني، جريت بأقصى سرعة على الأوضة، قفلت الباب عليا وما اتحركتش من مكاني طول الليل. قعدت مرعوب ومستني الفجر، ولما طلع النهار ومواعيد تسليم الوردية جه خرجت من الأوضة وأنا مش مصدق إني عديت الليلة دي. نفس الموقف بقى بيتكرر كل يوم تقريبا لمدة 5 أيام. كل ليلة أشوف الشخص بالبلطو الأبيض في المشرحة، مرة يجر الترولي ومرة شايل الجثة على إيده، والمشترك الجثة دايما بنت. الفضول كان هيقتلني. قررت في الآخر أفتح باب المشرحة وأشوف إيه اللي بيحصل. ولما دخلت، ويا ريتني ما دخلت، اتفاجئت إن الدكتور كان واقف جنب الترولي والجثة عريانة قدامه. الطريقة اللي واقف بيها والحركات اللي بيعملها حوالين الجثة ملهاش غير تفسير واحد: إنه بيتعامل معاها بشكل جنسي. المكان كله حسيته اتلوث، كأن الحيطان نفسها بتصرخ وترفض اللي بيحصل. في اللحظة دي جسمي اتشل، إدراكي اتلخبط. الدكتور كان بيغتصب الجثة. عمري ما كنت متخيل إني هشوف بعيني المنظر ده. كنت واقف متسمر في مكاني، جسمي متخشب من الصدمة. فجأة لقيت الدكتور بيبعد عن الجثة وجسمه كله بيترعش. رفع ايده على رقبته وبدأ يخنق نفسه بإيديه. أنا مش مستوعب اللي بيحصل لحد ما الدكتور وقع على الأرض وطلع منه صرخة هزت قلبي، صرخة كأنها طلعت من جوه المشرحة كلها. جريت بأقصى سرعة وخرجت من المشرحة. رجعت الأوضة وأنا مش مصدق اللي حصل. فضلت طول الليل قاعد عيني مفتحة وجسمي بيترعش كل شوية. المشهد كل شوية يجي في دماغي. أول ما طلع الصبح وسلمت الوردية ورجعت على البيت، قضيت اليوم كله قافل على نفسي، مش قادر أتعامل مع حد. دماغي مش قادرة تتخطى المشهد اللي أنا شفته. أمي وأبويا ونسرين كلهم حسوا إنه مش طبيعي، حتى ضحكتهم أو كلامهم ما كانش قادر يحركني. لما أمي سألتني مالك يا خالد، ما قدرتش أقول الحقيقة، قلت لها إني تعبان من الشغل وخلاص. قعدت معاهم شوية على السفرة، كلت كام لقمة من غير نفس، وبعدين بصيت في الساعة لقيتها 7. قمت لبست وأخدت طريقي ناحية المستشفى. استلمت الوردية من زميلي
وجات لنا المستشفى حالة استلمتها زي كل يوم لحد ما عم محروس جه. طول ما أنا قاعد معاه في الأوضة سرحان بفكر في اللي شفته. الساعة جت 12 والموظفين بدأوا يخفوا من المستشفى. عم محروس بصلي وقال: إيه يا خالد، مش هتروح يا ابني تبص على بيبان المشرحة وأوض الدكاترة؟ سكت شوية وبعدين قلت له: هروح، بس تيجي معايا. ضحك كده ضحكة غريبة وقال لي: يبقى كده زارك الدكتور حاتم. أنا اتخضيت. حاتم؟ مين حاتم ده؟ قام عم محروس ورد عليا: دي حكاية كبيرة يا ابني. من حوالي 10 سنين المكان ده ما كانش مستشفى حكومي، كانت مستشفى خاصة وملك الدكتور حاتم. الممرضين والعمال كانوا دايما بيقولوا انهم بيشوفوه بيدخل المشرحة بعد نص الليل ويقعد بالساعات جواها، ومحدش كان عارف بيعمل ايه جوه، لحد ما في مرة موظف امن اتجرأ ودخل وراه، وبعدها خرج مرعوب وعمال يقول انه شاف الدكتور حاتم جوه المشرحة وهو بيغتصب جثة. الخبر انتشر في المستشفى والناس كلها بدأت تهمس بالكلام ده، بس الدكتور حاتم ما استناش، ما كدبش ولا برر، لا، هو بنفسه رفض الموظف من الشغل وقال الكل انه مختل وبيخرف، ومن ساعتها محدش فتح الموضوع تاني. بعد الحكاية دي حصلت مصيبة تانية. اتفاجئنا ان في عامل لقوه ميت جوه المشرحة، قالوا سكتة قلبية، بس الكل كان عارف ان الموضوع وراه حاجة تانية. الكلام زاد عن الدكتور حاتم والموظفين ابتدوا يقولوا انهم شافوه بعينهم وهو بيغتصب جثث. اللي بيفتح بقه او بيحكي كان بيترفض على طول. عمال كتير اترفضوا لمجرد انهم اتكلموا. ساعتها الكل خاف، حتى الدكاترة وقفوا في صف الدكتور حاتم واعتبرونا مجانين وقالوا ان كل ده اوهام. بس في يوم وانا في الوردية بتاع بالليل حصل اللي قلب كياني. شفت اللي كلهم اتكلموا عنه. دكتور حاتم دخل المشرحة بيجر ترولي عليه جثة بنت. هو ما شافنيش وانا بتسحب وراه. فتحت الباب بالراحة والمنظر اللي شفته جوه عمري ما هنساه. كان واقف عريان قدام الجثة وبيغتصبها. بس الكارثة اللي حصلت بعدها ان حاتم فجأة مد ايده على عينه وضغط عليها كأنه بيصفيها من راسه. بعدها بدأ يخنق نفسه بإيديه. صوته كان مرعب وهو بيصرخ لحد ما وقع ميت على الأرض. مات جوه المشرحة وهو بيعمل النجاسة دي. من بعدها المستشفى اتقفلت سنين. الكلام انتشر إن المشرحة اتسكنت بروحه. العمال كانوا بيحلفوا إنهم كل يوم بيشوفوا الدكتور حاتم بعد نص الليل لابس البلطو الأبيض وبيجر ترولي قدامه وداخل المشرحة. 2 من أفراد الأمن ماتوا من الرعب بعد ما شافوه. بعدها ما كانش قدامهم غير إنهم يقفلوا المشرحة والمستشفى كلها. اتفتحت المستشفى تاني بعد فترة والحكومة استلمتها وشغلتها من جديد. عم محروس بصلي وقال لي: أنا بشوف حاتم كل يوم زي ما أنت شفت، وزي اللي قبلك ما شافوه ما استحملوش وقعدوا، بس الغريب إنك استحملت شهر كامل. خلص كلامه وأنا اتصدمت أكتر وقلت له: معقول في بشر بالوساخة دي يغتصب الأموات؟ أعوذ بالله من غضب ربنا. حاتم ده يستاهل الموتة اللي ماتها. ده حتى ما كانش بيأذي الأحياء بس، ده بيأذي حرمة الميتين كمان. عم محروس هز راسه وقال لي: ها بقى يا خالد، هتكمل بعد اللي عرفته ولا قلبك هيبقى ضعيف زي اللي قبلك وتسيب الشغلانة؟ سكت لحظة كده وقلبي كان بيدق بعنف. بعدين ابتسمت ابتسامة بان عليها انها مصطنعة وقلت له: لو كان قلبي ضعيف كنت مشيت من اول يوم شفت فيه اللي شفته جوه. انا هكمل اكيد، بس بيني وبينكم انا كنت مرعوب. كنت كل ليلة حاسس اني ماشي على خيط رفيع بين العقل والجنون. ومن يومها وانا عرفت ان اللي بيعتدي على حرمة الميت ربنا ما بيسيبوش، بيموته بأبشع موتة عشان يبقى عبرة لغيره. وبرغم كل ده قررت أكمل عشان عندي سبب مختلف. أنا من أكتر الناس اللي كنت متابع صفحة على الفيسبوك كانت بتنشر قصص رعب، بس المرة دي أنا اللي هبعت لهم حكايتي دي، أحكيها زي ما عشتها لحظة بلحظة وتبقوا انتوا شهود على اللي حصل.